مقال ها هو بعنوان من قال أن الغناء حرام. يقول: لماذا حينما نسمع الآذان نطفئ صوت الغناء؟ ليس حرام، فلماذا تطفئه؟ هل أصوات المطربين تتعارض مع صوت النداء للصلاة؟ يتساءل الكاتب. يقول: لماذا في نهار رمضان لا نسمع الأغاني؟ أليست الأغاني جمال؟ وهل الصوم يعترض الجمال؟ رائع. يقول أيضا: لماذا لا تحيي المطربة حفلتها إلا وهي تظهر نحرها وجزء من صدرها وظهرها؟ هل للعري علاقة بالطرب أو ليس الطرب جمال؟ يقول: لماذا دائما نقرأ في الصفحات الأخيرة أخبار فضائح المطربين؟ هل هناك علاقة بين الغناء وبين الفضائح؟ يقول: لماذا المطربة تبدأ بنزع عفتها وبراءتها شيئا فشيئا، وكل شريط جديد تبدأ المطربة بإظهار مفاتنها؟ هل للغناء علاقة بالعري؟ يقول: لو جمعت أسماء، هو يتكلم، لو جمعت أسماء كالشافعي وأبي حنيفة والغزالي وابن عثيمين والألباني ومحمد عبده وغيره مع أسماء مغنيين أين ستذهب؟ هل مع العلماء أم مع المغنيين؟ يتساءل. أوليس الغناء جمال؟ ثم يقول الآن عن قصته، واسمعني. يقول: حينما بلغت سن 30 سنة قررت أن أغير أذني. يقول: كانت أذني هذه موسيقية لدرجة مذهلة لسبب بسيط. هو يتكلم أن أبي كان يستيقظ على صوتي بين قوسين مطربة، لا أريد أن أذكر أسماء. هذه المطربة كانت تمتاز بصوت ساحر شفاف يأخذني إلى الأقاصي والأعالي والأماني والعبرات. وكانت هذه المطربة تبث صباحا بعد صلاة الفجر صباحا عن طريق المذياع إذاعة الكويت. يكون أبي قد انتهى من الصلاة وجاء ليأكل طعام الإفطار ويسمع الأخبار، ثم تبدأ المطربة يصدح صوتها وأنا أسمع لدرجة أني أستيقظ على صوتها. كانت هذه المطربة لبنانية، حتى أني لم أكن أفهم اللهجة اللبنانية، بين قوسين عجأة. هو يتكلم: ولدرجة أني كنت أستعين بأحد الأصدقاء ليترجم كلمات هذه المغنية. أتعبتني هذه المغنية من مصطلحات التي كانت تغنيها بلهجتها اللبنانية الجميلة. يقول: ثم بعد ذلك أصبحت أتفنن في سماع الأغاني، وخصوصا وخصوصا أغنية أيظن. يقول: واستمعت أيضا لناظم الغزالي، وسمعت لفلان وفلان وفلان، لا أذكر أسماء أحياء، وفلان من الشرق والغرب، أسماء معروفة. هؤلاء المطربين أصبحت إن لم أسمع لهم أشعر أن يومي ناقصا. يقول: قبل 11 سنة وأكثر كنت أسير في طريق الكويت السريع، خففت من سرعتي واتجهت إلى الحارة اليمنى، وألقيت من سيارتي شريط لمطربة لبنانية. كان هذا آخر شريط سمعته لله الحمد، وبعدها نظفت أذني منها. أتيت بالشنطة وجمعت جميع الأشرطة التي كنت أحتويها وحذفت الباقي لأقرب حاوية. قررت أن أغير أذني. عندي أسباب. قل: مللت. السبب الأول: مللت من حالة الكآبة التي تثيرها الأغاني في نفسي، كلها بشكل آخر تحكي وجع الحب، ألم الفراق، لوعة الشوق، عذاب الهجران، دموع اللقاء، غربة الفراق، مرارة الذكريات، لوع الانتظار، الحب والوله وغيره، كلها بلا استثناء حزينة وتعاني من حب، وكلها بلا استثناء يقف على هرمها ملك ملوك الكآبة والإحباط، السيد السخيف فلان، هو من أوجد هذه الأغاني. يقول أيضا: السبب الثاني، وهنا اسمعني، يقول: كنت شاهدا عيانا في حفلة لأحد المطربين الكويتيين المشهورين جدا، لا أريد أن أذكر اسمه، وكانت هذه الحفلة تقام في الدوحة في قطر. يقول: هذا قبل أن يصعد ويغني للناس، وكان جمهورا عظيما. جاءته حالة نفسية عجيبة، أحبط وأصبح يبكي. وهذه الحالة النفسية لدرجة أنه جلس على الكرسي ويبكي، لا يستطيع الخروج للمسرح. يقول: جلس وأصبح يبكي ولا يستطيع الخروج للمسرح، ويبكي والناس تنتظر، وتأخر عن الجمهور. ماذا طلب المغني؟ طلب المغني أحد المشايخ حتى يقرأ عليه القرآن. يقول: اسمع،
يقول ثم طلب على أثر ما أصابه أحد المشايخ الذين يقرأ عليه القرآن، أتوا بشيخ معروف في الدوحة، فجاء فجلس، ثم قالوا له اقرأ عليه، فأبى حتى يسأل أهل العلم، فاتصل بشيخ من السعودية وسأله أن هناك مطرب مشهور اسمه كذا كذا أصابه كذا كذا، نريد أن نقرأ عليه القرآن حتى يستطيع أن يخرج الجمهور يغني، فهل هذا جائز؟ قال له الشيخ بالتالي، قال له لا بأس، فلعل الله أن يهديه للقرآن حينما يسمع القرآن. اسمع، يقول فجاء الشيخ فأصبح يقرأ عليه الرقية. أوليست الموسيقى تعالج؟ يقول ويقرأ عليه الرقية، جاء الاسترخاء وذهب التوتر واستراح وشكر ربه بأن يخرج ويحيي ليلة غنائية. السبب الثالث، يقول كنت قريبا جدا من مسيرة حياة فنانة كويتية سابقة بين قوسين لا أريد أن أذكر اسما، يقول هذه لازمتها وملأت الدنيا بتصرفاتها الغريبة حتى هداها الله واعتزلت واحتشمت. يقول وتخلصت من جميع أموالها التي حصدتها من الحفلات الفنية. عندما سألوها لماذا اعتزلتي؟ قالت لا شيء. قالت خرجت من إحدى الحفلات وإذ بأحد الجمهور وأنا مغادرة قال لي يا بريد الزنا. قالت فوقعت في أذني فتركت الغناء حتى لا أكون بريدا للزنا. يقول أيضا السبب الرابع، بما أني ألازم الفنانين رأيت سلوك كثير من الفنانين يتسم بالانفلات التام والعقد والأمراض النفسية وأشياء أخرى أعرفها ولا أستطيع أن أرويها، فهي تهول القلب. الله يستر علينا. هذا ما يكتبه. يقول أيضا زمن المراهقة الفكرية عندي ولا، الآن هو يتكلم، الآن أصبح سنه 40. يقول وسمعت الأغاني وتشبعت بما فيه الكفاية. يقول السبب السابع، يقول في أحد الأيام وأنا أسير في الكويت أوقفني رجل شرطة في نقطة تفتيش، فقال لي افتح دبة السيارة. يقول ففتحت دبة السيارة كإجراء روتيني عادي، ولما فتحتها اسمع أصابني الخجل وقلت في نفسي يا خجلي، حيث أني أبلغ من السن 30 سنة. فلما فتح الدب الشرطي وجد شنطة قد ملئت أشرطة غنائية، فقلت وخجله، فقررت أن أغير أذني. يقول أيضا أصبحت أستحي جدا، خصوصا أن سني أصبح قد تجاوز 35 سنة، أن أدخل محل غنائي والصور العاريات تمتلئ على الواجهة، ناهيك عن أصوات الغنائية الواطية جدا، أي بالمصطلح العالية جدا صوتا. يقول أيضا أنفقت مئات الألوف وكل درهم وكل دينار كويتي أدفعه أدعم مطربة أو مطربة يذهبون به للسواحل وأنا آتيه بعرق الجبين، وأدعم الراقصين والراقصات. وليس هذا فحسب، بل الجزء الباقي الذي أدفعه يذهب في كرش البرنس، وذكر اسمه. يقول وقد نسيت قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن جسده فيما أبلاه، وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. يقول ثم أتيت لبدائل. يقول دخلت إلى التسجيلات الإسلامية، اشتريت قرآنا كاملا بصوت الشيخ الصديق الحبيب مشاري العفاسي. يقول وبعض الشيوخ وديوان المتنبي وفلان والشيخ فلان لا أريد أن أذكر اسماء، والشيخ فلان وفلان وفلان والشيخ الداعية فلان. ثم اسمع هنا الشاهد، يقول ثم جلست مع نفسي فجاءت لي نفسي قالت عيب عليك، أنت المثقف الكويتي الإعلامي المعروف تحاول أن تشوه صورة الغناء. أين الكتابات الجميلة عن جمال الأغنية التي كنت تكتبها؟ أين عن كلامك عن روعة الكلمات وشفافية الأصوات؟ لم يبقى إلا أن تقول للعالم أن الغناء حرام وأنه له الحديث المقصود في الآية. لهذا الدرجة أصبحت متخلفا. هذا هو يكلم نفسه. يقول ثم أستيقظ وأتساءل في نفسي، أقول لماذا أعيد؟ نسمع الآذان فنطفئ صوت الغناء، هل أصوات المطربين تتعارض مع صوت النداء؟ لماذا في نهار رمضان لا نسمع الغناء؟ يا أخي إذا كان حلال اسمع، لماذا لا يسمعون؟ أيضا يقول أليس الأغاني تزيد جمالا؟ وهل الصوم ضد الجمال؟ يقول لماذا لا تحيي المطربة حفلتها إلا وهي تظهر نحرها وظهرها وصدرها؟ هل للعري علاقة بالطرب؟ لماذا نقرأ في الصفحات الأخيرة دوما أخبار وفضائح المطربين والعلاقات وغيره إلى النهاية؟ ثم يتساءل هذا الكاتب، يقول لو تصدقت على مسكين بدينار، اسمع، يقول لو تصدقت على مسكين بدينار
يقول لو تصدقت على مسكين بدينار ثم ذهبت إلى محل من محلات رورو يدلع يعني واشتريت آخر شريط لفلانة، ما الدينار الذي تظن أن يبقى لك أجره عند الله؟ دينار المسكين أم دينار رورو؟ ثم يقول جاوبني بالله عليك فأنا لا أدري هل الغناء حلال أم حرام. ثم قال يقول المهم قررت منذ أكثر من 11 سنة أن أغير هذه الأذن الموسيقية وأجعلها بإذن الله أذن قرآنية، وأجاهد النفس وأطرحها مرة وتطرحني مرة. يقول ما أجمل أن تغير نفسك وتنتصر عليها وتضحك وأنت تضع شهواتك في التراب وتعلق رقبتها في الحبل ثم تجرها خلفك إلى من عالم المستنقعات إلى عالم المجد والطهارة والعلو والرفعة. غير نفسك. ثم قال ولنا حديث.